ما زال نسر النادي الأهلي يطوف أفريقيا والدول العربية. مبروك للنادي الأهلي، مبروك التأهل لنصف النهائي. برافو كولر، اتعامل مع المباراة صح بحاجات بسيطة، بس الحاجات دي بتطلعك لبر الأمان. تغيير محمود متولي بياسر إبراهيم، لأن ياسر إبراهيم بياخد الألعاب الهوائية، الالتحام الهوائي والأرضي، أي التحام بياخده، إنما محمود متولي بيلعب بالشوكة والسكينة، والمباريات اللي زي كده مش عايزة اللعيب اللي زي ده. هو بيحتاجه طبعا في مباريات كتير، وبيحط تحت ضغط في جمهور أو في ظل جمهور مرعب زي جمهور الرجاء. فأنت عايز لاعيبة معينة المباريات اللي زي كده، أصل بتحتاج المباريات دي 80% أداء رجولي عشان تخرج بيها لبر الأمان. طبعا تحت ضغط حكم، جمهور، أرض، كل العوامل. كولر ضيق المساحات صح على لعيبة الرجاء، لأنه لعيبة الرجاء فرقة واحدة تنقل كرة على الأرض صح، تتحرك. فلو ادهم المساحة هيشكلوا خطورة على مرمى الأهلي على مدار المباراة. فتضييق المساحات هو مدرب ذكي، طلع من المباراة بالنتيجة اللي هو عايزها. ولاعيبة الأهلي بتلعب تحت ضغط في أي مواقف وفي أي مباريات، لأن ده تعود النادي الأهلي، دي إدارة النادي الأهلي على مر السنين، اللي متعود اللعيبة إزاي تلعب المباريات اللي زي كده تحت ضغوط، إزاي تطلع بالمباريات اللي زي كده. فبتسهل على أي مدرب بيجي بتبقى سهل عليه النادي الأهلي. ومع ذلك احنا قلنا أي حد يمسك النادي الأهلي ينجح، من الإدارة، من الإدارات نفسها. فمبروك طبعا للأهلي، مبروك أفريقيا. لأن أنا دايما أقول كل فيديو أنا قلت إن الأهلي هياخد، لا الأهلي أنا من قبل ماتش السودان وأنا بقول الأهلي لو أخذ مباراة السودان خلاص أخذ أفريقيا. إن الأهلي بيصدق ما يمتلك فرصة زي كده. فإن شاء الله نبارك للنادي الأهلي بعد البطولة. إنما أنا استوقفني تصريح من خالد الغندور، هو بيقول ننتظر ان الاهلي في السوبر. انا اتمنى، انا على المستوى الشخصي اتمنى ان الزمالك هيطلع ببطولة او اتنين، او يعني على مدار ال5 سنين قدام ممكن الزمالك هياخد بطولتين. اتمنى تكون يوم الجمعة. انما يا خالد غندور انت مش موجود، انت مش بتتفرج على مباريات، الله يخرب بيتك لما تتفرجش على مباريات خالص، تتفرجش على مباريات. هنا يعتبر الدوري المصري مش متابع، افريقيا مش متابع. انت بتتكلم كلام مش هقول لك بتستفز الناس، لا، انت ممكن لو ركزت مع نفسك تستفز نفسك. لانك انت مش ممكن واحد تكون لعبت كوره. انت النادي الزمالك بيطلع من افريقيا قبل ما تبدا افريقيا، قبل ما تبدا افريقيا الزمالك بيخرج وبيطلع، مش ممكن. ركز مع نفسك على انك انا عايزك تركز عشان تستفز نفسك شويه بدل ما تستفز الناس. لما عشان ما يخرجناش عن فرحه الاهلي. وننتظر إن شاء الله يوم الجمعة مباراة قوية، وأيا فرقتين ياخد البطولة، ياخد الكاس بإذن الله، سواء أهلي أو زمالك. احنا عايزين نشوف كورة يعني، بدل قرف خالد الغندور واللي زي خالد الغندور. وأشوفكم إن شاء الله بإذن الله يوم الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله.